يا ترى مين أقوى جيش في العالم سنة 2025 وإيه اللي اتغير عن السنة اللي فاتت؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ترتيب أقوى 10 جيوش في العالم وفي شوية مفاجآت جامدة، فخليك معايا. التصنيف دي مبني على تقارير موقع جلوبال فاير باور اللي بيقيس قوة الجيوش على أكتر من 60 مؤشر، يعني مش بس بعدد العساكر، لا كمان بالتكنولوجيا والميزانيات والموقع وكل حاجة تقريبا. رقم 1 يا سيدي أمريكا. كالعادة أمريكا لسه مسيطرة بميزانية دفاعية ضخمة حوالي 895 مليار دولار، وعندها أكتر من 2 مليون فرد في الجيش، ومعاهم 13 ألف طيارة و440 سفينة حربية، يعني فعلا جيش مش سهل خالص. رقم 2 روسيا. رغم العقوبات والأزمة الاقتصادية، روسيا لسه محافظة على مكانتها بميزانية 126 مليار دولار، وجيش ضخم في حوالي 3.5 مليون فرد، وسلاحهم النووي هو الورقة القوية في إيدهم. رقم 3 الصين. الصين ماشية بخطة ثابتة وعمالة تطور في نفسها بميزانية حوالي 267 مليار دولار، وعدد الجيش أكتر من 3 مليون. بتركز على تحديث أسطولها البحري والجوي، وعندها طموح إنها تبقى القوة رقم 1 في المستقبل. رقم 4 الهند. الهند عندها جيش كبير جدا أكتر من 5 مليون فرد وميزانية 75 مليار دولار، بتركز على التصنيع المحلي زي صواريخ براهموس ودبابات تي 90. رقم 5 كوريا الجنوبية. جيش كوريا الجنوبية مش قليل، في 3.8 مليون فرد وميزانيتها حوالي 45 مليار دولار، بيطوروا الدفاع الجوي والصاروخي علشان يواجهوا التهديد من كوريا الشمالية. رقم 6 بريطانيا. البريطانيين لسه من كبار أوروبا عسكريا بميزانية 71.5 مليار دولار، وجيش فيه أكتر من مليون فرد بيشاركوا في تدريبات دولية وبيركزوا على البحرية والطيران. رقم 7 فرنسا. ميزانية فرنسا حوالي 55 مليار دولار، وعدد جيشهم 376 ألف، عندهم سلاح نووي وتواجد عسكري في مناطق مختلفة في العالم. رقم 8 اليابان. رغم ان دستورهم يمنعهم من شن حروب هجومية، لكن اليابان بتطور نفسها بسرعة خاصة في الدفاع الجوي والبحري. الميزانية 57 مليار دولار، وعدد الجيش 328 ألف. رقم 9 تركيا. تركيا بتزيد من نفوذها في المنطقة وجيشها في حوالي 884 ألف فرد بميزانية 20 مليار دولار، عندهم تركيز كبير على التصنيع الحربي المحلي. رقم 10 والأخير معنا النهاردة إيطاليا. إيطاليا عندها جيش قوي في أوروبا ب 289 ألف فرد وميزانية 30 مليار دولار، بيشاركوا في عمليات حفظ السلام وبيطوروا جيشهم باستمرار. وفي الأخير هقول لك كلمتين مهمين جدا يا صديقي. سباق التسلح اتغير شكله. زمان كنا بنتكلم عن دبابات وطائرات، دلوقتي بقى عندنا أمن سيبراني وذكاء اصطناعي وأقمار صناعية عسكرية. يعني اللي بيكسب مش هو اللي عنده جيش كبير بس، لا كمان اللي يقدر يتأقلم مع الحروب الجديدة دي. ودي اللي بيودينا للنقطة اللي جاية، وهي تغيرات مهمة حصلت في السنين اللي فاتت. يعني مثلا للأسف مصر نزلت من المركز ال15 إلى 19، الجيش الإسرائيلي طلع مكانها، العراق طلع درجتين من 45 ل 43، المغرب طلع للمركز 59، الإمارات نزلت من 51 ل 54. الخلاصة إن الجيش الجوي في 2025 مش شرط يكون الأكبر، المهم يكون الأذكى والأسرع في التطوير والأكثر استعدادا لأي نوع من الحروب، سواء كانت على الأرض أو في الفضاء أو حتى على الإنترنت. لو حبيت الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، واستناني في فيديوهات جاية عن أسرار الجيوش والتكنولوجيا العسكرية. سلام.